معي رسالة تقول على الSMS: ما هو سبب الخلاف بين شيخنا وبين الداعية عمر خالد ليدفعه إلى التشهير به؟ عمرو خالد عفوا، ليدفعه إلى التشهير به إعلاميا. نعم، بفضل الله تبارك وتعالى لا أخالف ما أؤصل أبدا، فأنا أفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام. ولذلك أنا أقول لم أذكر اسم أخي الأستاذ عمرو خالد أبدا، وإنما غضبت غضبة لله تبارك وتعالى في كلمة قيلت في حق سيدنا رسول الله درة تاج الجنس البشري كله. ولذلك أنا أذكر أحبابي وإخواني: هل يغضب المسلم لمحمد حسان ولا يغضب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومع ذلك فإني أسأل الله عز وجل لي وله التوفيق والسداد والإخلاص، ووالله الذي لا إله غيره أنا أدعو الله لجميع إخواني أن يرزقني الله وإياهم التوفيق، وأن يجنبنا الزيغ والزلل.